ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو بتاع النهارده بقى هيكون تكمله للسلسله اللي بدأناها في ان احنا نفهم بشرتنا ونفهم ايه المكون الفعال اللي بشرتنا محتاجاه، وازاي نستخدم المكون الفعال ده بحيث ان احنا نشوف احسن نتيجه على بشرتنا. هسيب لكم لينك الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الفيتامين سي، الهيالورونيك اسيد، الريتينول، الجلايكوليك اسيد وحاجات تانية كتير في الديسكربشن بوكس عشان تعرفوا انهي مكون فعال من المكونات اللي هنتكلم عليها دي مناسب ليكم. والنهارده الفيديو بتاعنا اللي هنبدا بيه هو الفيتامين سي. هنتكلم عن كل حاجه تخص الفيتامين سي، ايه الموانع بتاعته اللي احنا يعني ايه الموانع الاستخدام بتاعه المكون ده، علشان هي دي السبب انها بتعمل لي مشاكل من استخدام الفيتامين سي، وانا ليه برغم اني بستخدم الفيتامين سي فانا مش بشوف نتيجه، وازاي استهلك الفيتامين سي بشكل صح بحيث ان انا اشوف احسن نتيجه ممكنه واسرع نتيجه ممكنه. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. طيب مين الناس اللي هتحب تستخدم الفيتامين سي او اكتر ناس هتستفاد من مكون الفيتامين سي؟ هي الناس اللي محتاجه ان يحصل زي تحفيز لانتاج الكولاجين في بشرتها. لو انتي من الناس اللي عندها بقع او تصبغات اثار حبوب في بشرتك برضو الفيتامين سي هيكون مناسب ليكي. لكل الناس اللي بتعاني من الاكسده بالبلدي كده، هو ان انتي وشك بيغمق، او الناس اللي بتقول انا وشي غمق من بعد ما غسلت وشي بعد ما كان شكله حلو وجميل ورحت لقيت وشي كله بقى غمق درجه فجاه، ده حاجه بتحصل بفعل الاكسده، فهي دي الاكسده برضو الفيتامين سي هيكون مناسب ليها. او لو انتي بتعاني من الغمقان او الاسمرار اللي حاصل نتيجه الشمس، كل ده الفيتامين سي هيكون مناسب ليكي. طيب انهي نوع بشره اللي تقدر تستخدم الفيتامين سي؟ كل انواع البشره تقدر تستخدم الفيتامين سي، الفكره في التركيزات، على حسب تركيز الفيتامين سي اختاري. لو انتي بشرتك حساسه اكيد مش هتروحي تشتري اعلى تركيز لفيتامين سي. لو انتي بشرتك شويه متعوده على الفيتامين سي واستخدمتيه قبل كده ممكن نعلى بالتركيز شويه، يعني نتكلم عن التركيزات واستخداماتها بس يعني مع الكلام في الفيديو. فاوفر اول الفيتامين سي مناسب لكل انواع البشره، بس اهم حاجه تختاري التركيز الصح. طيب الفيتامين سي مكون بيكون موجود في اكتر من حاجه، يا اما في غسول، يا اما في كريم، يا اما في تونر، يا اما في سيروم. واحنا طبعا من الحيره بتاعتنا ما بنبقاش عارفين نشتري ايه، وفي نفس الوقت مش طول الوقت عايزين يعني نشتري حاجات كتيره قوي يكون فيها فيتامين سي بتركيزات مختلفه، والواحد مش عارف يلير المنتجات دي ازاي بحيث ان هو يخاف على بشرته انها تتحسس. فانا خدوا مني الكلمه دي وجهه نظري انا الشخصيه، انا بحب استثمر فلوسي في حاجه من الاتنين، يا اما كريم يا اما سيرم. السيرم دايما بيبقى من الحاجات اللي انتي تستثمري فيها فلوسك وتصرفي فيها فعلا، عشان خاطر دي حاجه بتقعد على البشره، والسيرم عموما من الحاجات اللي هي بيبقى فيها مكون فعال بيستهدف مشكله في البشره وبيحاول يحلها. والكريم كمان كذلك، لو في ماده فعاله مناسبه للمشكله اللي عندك هو اكتر حاجه هتفيد بشرتك بعد السيرم، عشان خاطر يعني دي الحاجه اللي بتفضل على بشرتي. يعني انا مش هروح اصرف كتير قوي في غسول، لان الغسول مهما كان انا هستفاد منه بقد ايه عمري ما هستفاد منه زي الحاجه اللي بتفضل قاعده على بشرتي. التونر انا مش دايما برشح ان الناس تشتري تونرز، غير لو انتوا حابين او عندكم بادجت زياده روحوا اشتروا تونر. انا بالنسبه لي السيرم والكريم هو التوب في السكين كير كله، او اهم خطوتين في السكين كير كلها من ناحيه استثماري الفلوس اللي معايا في المنتجات. تمام، وهرشح لكم برضو منتجات النهارده بحيث ان انا اساعدكم تشتروا ايه، وكل المنتجات اللي هتكلم عنها كنت اتكلمت عنها فيديوز قبل كده عشان ما اعملش تشتيت لدماغك، طب انا عايزه اشتري ده وعايزه اشتري ده، للناس اللي عندها هوس للشراء وانها عايزه تشتري كل حاجه، لان اصلا سلسله الفيديوز دي هي مخصصه للناس اللي عندها الهوس ده وعايزه بقى تحد شويه من استهلاكها للبرودكتس طول الوقت. ماشي، خلينا بقى نتكلم عن فكرة الغسول عموما. الغسول لو انت فيه فيتامين سي عايزة تستفيدي منه، مثلا انا برشح لكم الغسول بتاع كليو، لان هو غسول طبي في نفس الوقت مناسب لكل انواع البشرة. الفيتامين سي اللي فيه يعني عشان تعرفي تستفادي منه دلكي بيه بشرتك لمدة 60 ثانية علشان المادة الفعالة تلحق انها تشتغل على بشرتك، وهو بيدي نضارة فورية وبيدي نتيجة فورية ملحوظة، وتأثيرها طبعا مش بيدوم طول اليوم، دي مجرد حاجة ملحوظة ان انت بشرتك بقت نضرة. فالغسول بتاع كليو يعتبر ان هو من ضمن خطوة من خطوات كتير قوي نقدر ان احنا نحطها في الروتين بتاعنا، ومهما كان ايه تركيز السيرم او الكريم بتوعك هيكون كويس جدا معاكي. فده كده من ضمن الغسولات، وبرده كنت عامله لكم فيديو كامل عن كل الغسولات وفي حاجات كتير فيها فيتامين سي اتكلمت عنها، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس، بس ده ترشيحي انا دلوقتي. تمام، بعد كده بنستخدم التونر، وانا
يعني زي ما قلت لكم التونر اللي تلاقيها تي، وانا عن نفسي مش هرشح لك، لان زي ما قلت لكم انا بحاول ان انا بعمل ترشيد للاستهلاك، فمش هرشح تونر. بعد كده هيجي عندنا خطوه السيرم، فانا هرشح لكم 3 انواع. بصوا بقى، احنا تركيزات الفيتامين سي عامه بتبدا من 5%، وما ينفعش تزيدي عن 20%. 5% ده مناسب للبنات اللي شويه سنها صغير في بدايه ال20 او 19 18، لو انت محتاجاه ضروري وحاسه انك محتاجاه، فانا برشح لك ان انت تستخدمي الدكتور راشيل. النوع ده كويس قوي قوي وينفع معاكي ايا كان ايه المشاكل اللي في بشرتك، وايا كان ايه الظروف بتاعه بشرتك، ده مش هيأذيكي في اي حاجه وهيكون كويس قوي. النوع اللي بعد كده وهو الفيتامين سي بتاع كليو، وده 10%. ده مناسب لاي حد اول مره يستخدم فيتامين سي، او لو حد بشرته حساسه، او لو حد بيدور على حاجه طبيه، فالتركيز بتاع ال10% ده هيكون ممتاز جدا معاكي ومش هيضايق في بشرتك في اي حاجه، ويعتبر من الحاجات اللذيذه قوي اللي ممكن تجربيها. اعلى تركيز بالنسبه لي انا برشح بيه 15%، وده هنلاقيه في السيرم بتاع ايفا. ده قنبله، ده حرفيا ممتاز جدا، النسبه اللي فيه كويسه قوي، وحرفيا هتقدري تشوفي نتيجه ملحوظه وانتي بتستخدميه. فده كده بالنسبه للتركيزات. بس خلوا بالكم النوع بتاع ايفا ده مش مناسب خالص للناس اللي بشرتها حساسه. طيب عايزين بقى نتكلم عن الموانع بتاعه الاستخدام بتاعه الفيتامين سي اصلا، وامتى اقولك لا الفيتامين سي ده مش مناسب ليكي. طيب لو انت بتعاني من حبوب اكتف اكني، بمعنى ان الحبوب بتاعتك حمراء ومعبيه حاجه من جوه، او بتعاني من ظهور الحبوب بشكل مستمر، ارجوك عالجي الحبوب الاول قبل ما تلجئي لاستخدام الفيتامين سي. الفيتامين سي ساعتها هيلهب بشرتك جدا، هيخلي بشرتك حساسه جدا، وهيخلي الموضوع اسوأ بكتير، وساعتها انت هتفتكري ان المنتج اللي بتستخدميه هو المشكله، في حين ان لا، انت بشرتك محتاجه تتعالج الاول وبعد كده روحي استخدمي الفيتامين سي. عشان بلاقي ناس كتير قوي بتقول انا الفيتامين سي مش مناسب ليا. لا، هو الفيتامين سي مناسب لينا كلنا، بس في ظروف معينه وبتركيزات معينه. طيب لو انت حد بشرته شويه فيها اكتف اكني ومحتاج ان هو يستخدم فيتامين سي كنوع من الوقايه من ان هو يظهر له اثار حبوب، بس طبعا هيبقى بتركيز خفيف قوي، انا ساعتها برشح لك الدكتور راشيل. خفيف قوي 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 ومناسب لاي حد من اي عمر، ويعني هو حرفيا ما فيهوش اي خطر. السيرم وقع، الحمد لله ان العلبه كانت خلصانه. المهم يعني، فالدكتور راشيل اللي هو الخفيف ده هيكون كويس قوي معاكي، لكن اوفر اول انا مش برشح لاي حد عنده اكتف اكني ان هو يستخدم فيتامين سي سيرم. لما تيجي تستخدمي برضو الفيتامين سي بتاعك، من موانع الاستخدام ان انت تستخدميه على بشره منديه. احنا البشره المنديه دي ممكن نعملها مع الهيلورونيك اسيد، لكن ان انت تستخدمي السيرم بتاع الفيتامين سي على بشره منديه لا، ما تعمليش كده، لان ده شويه بيضعف من نتيجته. في حاجه كمان مهمه قوي من موانع الاستخدام ان انت ما تستخدميش سيرم الفيتامين سي بتاعك لو انت بتستخدمي حاجه فيها جلايكوليك اسيد او ساليسيليك اسيد، لان دي كلها مكونات قويه قوي، لو اتحطت على بعض ساعتها بشرتك هتتهيج وجلدك هيتهيج وهتحصل كوارث في بشرتك. لو انت من الناس اللي عندها احمرار في بشرتها او عندها تهيج او في حساسيه في الجلد في وقت ما تستخدميش الفيتامين سي، لانه هيهيج الجلد اكتر وساعتها هيديكي نتيجه عكسيه وهيبهدل بشرتك تماما. وبرده من النقط المهمه لما تيجي تستخدمي الفيتامين سي بتاعك، ما تحطيش الفيتامين سي على ايدك وتدعكيه كده، لا، خدي الفيتامين سي وابدأي ان انتي تطبطبي الفيتامين سي على وشك لحد ما بشرتك تتشربه. فدي كده كانت كل موانع الاستخدام او الطرق الغلط اللي بنستخدم فيها الفيتامين سي، فعشان كده نتيجته يا اما بتبقى عكسيه وبيطلع لنا حبوب، او بيطلع لنا تهيج في البشره، بشرتنا بتتحسس وبتبقى دامجد اكتر او بتتدمر اكتر. فدي كده موانع الاستخدام. خلينا بقى نتكلم في النقطه اللي جايه عن الطريقه الصح في ان انا استخدم الفيتامين سي، وانا ليه بستخدمه وما بشوفش نتيجه. ناس بتقعد تقول انا بستخدم الفيتامين سي ومواظبه عليه ومش عارفه ايه ومش بشوف نتيجه. مبدئيا انت ما ينفعش تستخدمي الفيتامين سي في يومين 3 4 اسبوع اسبوعين وتستني نتيجه. النتيجه هتظهر من بدايه الشهر الاولاني لشهر ونص، يبقى معاكي من شهر لشهر ونص عشان تقدري تشوفي نتيجه ملحوظه. طيب نفترض ان انا بستخدم الفيتامين سي بتاعي بتركيز مش اقوى حاجه في الدنيا، وفي نفس الوقت انا نفسي اشوف نتيجه، ساعتها هنا هقولك استخدمي غسول. ممكن تستخدمي غسول كليو لو انت عايزه حاجه طبيه وتكون للبشره الحساسه،
وممكن تستخدمي بتاع اللي هو الجارنيه لو انتي بشرتك دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه، الاتنين هيكونوا كويسين. فابقى حطيت في الروتين بتاعي نسبه من الفيتامين سي خفيفه قوي على هيئه غسول، وتبقى عامل من عوامل ان انا اشوف نتيجه بشكل سريع. بعد كده زي ما اتفقنا السيرم هنختار السيرم بتاعنا على حسب التركيز، فيعني شوفي انت التركيز المناسب ليكي واستخدميه. وزي ما اتفقنا كل ما بنعلى بالتركيز يكون من الافضل ان احنا نكون عارفين بشرتنا هي اصلا بتستحمل الفيتامين سي ولا لا. ممكن كمان عشان نسرع شويه من تركيز الفيتامين سي والمكونات بتاعته تشتغل اسرع، نستخدم حاجه كمان زي الكريمز او الجلز. في بقى اللي هو بتاع بوبانا كويس قوي، وفي كمان بتاع دكتور راشيل كويس قوي. دول لو انت عايزه تشوفي نتيجه سريعه وفي نفس الوقت في خلال الشهر وشهر ونص دول مش عايزه تستخدمي تركيزات كتيره قوي وعاليه قوي وخايفه على بشرتك تتحسس، ممكن تستخدمي روتين كامل فيه فيتامين سي. ساعتها ممكن تشوفي نتيجه وانت برضو تظلي في امان. لكن اوفر اول اي سكين كير عشان تشوفي نتيجه انت معاكي شهر. خلوا بالكم كمان النتيجه بتظهر على حسب عمق التصبغ. طيب انا ازاي الير المنتجات بحيث ان انا اشوف نتيجه كويسه ومرضيه بالنسبه لي وفي نفس الوقت استفاد من الفيتامين سي وهو على وشي؟ مبدئيا كده زي ما اتفقنا الفيتامين سي مش هنستخدمه على بشره منديه. انتي مجرد ما هتغسلي وشك بالغسول استخدمي على طول الفيتامين سي سيرم، ولا تخلي وشك مندي ولا تحطي تونر. ولو ان التونر ما فيهوش ازمه، يعني لو عايزه تحطي تونر حطي واستني دقيقه يكون التونر نشف على بشرتك وبعد كده تروحي حاطه السيرم. بس انا برشح ان احنا نحط الفيتامين سي سيرم دايركت على وشنا وبعد كده نروح حاطين المرطب بتاعنا ايا كان ايه نوعه. ساعتها هنعرف نستفاد من الفيتامين سي وهو دايركت على وشنا بشكل كويس. وزي ما اتفقنا كل ما نلاقي المنتجات كويسه بتلينك مع بعضها كل ما هنشوف نتيجه اسرع، وستيل معانا من شهر لشهر ونص، وعلى حسب عمق التصبغ النتيجه هتظهر. اكيد لو حد عنده التصبغ عالي قوي اكيد هيحتاج وقت اكتر، فخلي فيه اريحيه شويه في الاستخدام وخلوا فيه مراوح على قلبكم عشان في ناس عايزه مجرد ما تستخدم من هنا تشوف نتيجه. طيب سيرم الفيتامين سي من الحاجات اللي احنا عارفينها عنه ان هو بيأكسد بسرعه. طيب هنعمل ايه علشان نحافظ عليه من الاكسده؟ حاولي ان انتي بتاخدي مثلا من السيرم بتاعك يكون سيرم فيه بامب زي كده علشان خاطر ما يتعرضش للهواء. لو هناخد مثلا من سيرم موجود في قطاره زي النوع مثلا بتاع ايفا، تكون العلبه بتاعته تكون غامقه زي كده، ما يكونش علبه فاتحه. وفي نفس الوقت خصوصا كل ما يكون التركيز اعلى كل ما هيكون يعني نسبه ان هو يغمق هتكون اسهل. تاخدي السيرم ان انت هتاخدي السيرم تحطي على ايدك وتروحي قافله على طول، مش كل شويه هسيب المنتج متعرض للهواء طول الوقت علشان خاطر ده هيساعد ان هو يأكسد اسرع. طيب اخزنه ازاي؟ بعد ما تستخدمي زي كده تحطيه في الدرج بتاعك عادي، ما يتعرضش للنور والهواء طول الوقت، ولا هتروحي تحطيه في الشمس طبعا او تسيبيه في الشمس متعرض للشمس تحت الشباك مثلا او حاجه. انت قفلي العلبه بتاعتك وشيليه في الدرج والموضوع انتهى على كده. طب نفترض ان حصل الحاجه اللي احنا قلقانين منها وان السيرم بتاعنا اكسد، طيب نعمل ايه في ساعتها في الموضوع ده؟ بصي لو انت استخدمتي سيرم الفيتامين سي بتاعك وهو مأكسد ده غلط جدا. طب ليه؟ لانه هيخلي وشك يغمق اكتر، هيخلي وشك يبقع اكتر، وبعد ما كان هو نتيجته ان هو يفتح بشرتك وهيخلي بشرتك تغمق، وكل النتائج اللي انت مستنياها منه هيعمل عكسها. فخدوا بالكم من الحته دي، محدش يستخدم الفيتامين سي وهو مأكسد حتى لو انت مستحرمه فلوسك، اللي انت هتعالجي بيه هيكون اكتر. فاهمين الفكره؟ طيب في اقاويل كتير بتقول ان احنا نستخدم سيرم الفيتامين سي بالليل بس مش الصبح. اتعمل ابحاث كتير واتعمل حاجات كتير وهسيب لكم الحاجات دي في الديسكربشن بوكس بحيث ان انتوا تقروها، ان الفيتامين سي استخدامه بالليل عشان اشوف نتيجه وما ينفعش ان انا استخدمه الصبح. بصوا احنا ما ينفعش نعرض السيرم بتاعنا للهواء والاشعه بتاعه الشمس والكلام ده كله عشان هيأكسد، لكن هو على وشنا مفعوله مختلف. بل بالعكس، انت لو استخدمتي سيرم الفيتامين سي بتاعك الصبح ده هيساعد ان يخلي يعمل زي طبقه كده بتحمي من الشمس، بتخلي الصن بلوك بتاعك بيشتغل اكتر وتخلي البشره بتاعتك ما تأكسدش بسرعه، ومن الاخر يعني بالبلدي كده هيخلي الصن بلوك بتاعك فعال اكتر. فاحسن وقت تستخدمي فيه الفيتامين سي
الصبح وبالليل. استخدميه بالليل لان بالليل ده اكتر وقت البشره بتستفاد فيه من المكونات اللي انت بتحطيها عليها، فبالتالي هيبقى حلو قوي للهايبر بيجمنتيشن لو انت عندك تصبغات او عندك حاجه عايزه تفتحيها في بشرتك، والصبح هتستخدميه عشان يقاوم الشوادر الحره ويشتغل ان هو زي بيعمل زي طبقه تعزل يعني الاشعه بتاعه الشمس مع الصن بلوك اللي انت زي ما اتفقنا. ابدأي دايما بنوع تركيزه خفيف لو انت اول مره تستخدمي، واعلي بالتركيز براحتك. بلاش تستخدموا حاجه 20% علشان مش كل الناس هتستحمل. وعايزه اقول لكم ان ايفا يعتبر من الحاجات الكويسه ان انتوا تستخدموها 15%، وكليو 10%، وزي ما اتفقنا بتاع دكتور راشيل 5%. فحاسه ان ده كفايه قوي ان احنا نستهلكه، مع ان احنا نستخدم روتين كامل البشره بتاعتنا هتبتدي انها تدينا استجابه سريعه. وبس كده، دي كان كل حاجه عن الفيتامين سي. وعايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تعملوا فولو عندي على انستجرام، لاني انا ببيع تقسيم يعني بتاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل. فممكن ان احنا نعمل روتين كامل يعني لبشرتك يعالج مشكله معينه بسعر منتج واحد بس. فهستناكم عندي على انستجرام، وانا معاكم بنوصل للقاهره والجيزه وكل المحافظات. واستنوني بقى في الفيديوز الجايه، هنتكلم بقى عن بقيه المكونات زي الهيالورونيك اسيد، الساليسيليك اسيد، جلايكوليك اسيد، والريتينول والنياسياميد. والنهارده كان فيديو الفيتامين سي. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.